تعالوا نشوف الكيكة الحلوة دي احنا عملناها ازاي. طريقة سهلة جدا وبسيطة هتعجبكم. انا عملتها معاكم قبل كده. دي كيكة شتوية بس بطريقة مختلفة، والطريقة دي هتعجبكم كمان، انا واثقة من كده. ويا ريت تجربوا الطريقة. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير. سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش اي حاجة. قبل ما نبدأ الطريقة يا جماعة، يا ريت لو اول مرة بتشوفي قناتي لايك وشير وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. المقادير معانا سهلة جدا. معانا 3 كوب دقيق وربع، دول 3 كوب دقيق وربع مج الشاي العادي اللي احنا بنستخدمه في الشاي. ومعانا كمان 2 فانيليا، ومعانا معلقتين نشا، ومعانا كوباية ونص سكر بالكوباية دي اللي قدامكم اللي انتوا شايفينها. ومعانا 3 برتقانات صغننين كده حلوين بلدي، برتقان بلدي طبعا. ومعايا كيس شيف كيك، ده الكيس كيس شيف كيك. انا مفرغاه. لكن عايزه اقول هنا ملحوظه، الكوبايه كوبايه الدقيق يا جماعه، لما انت بتعايري كوبايه الدقيق وبتعملي كيكه، كل كوبايه دقيق عليها معلقه صغيره بيكنج باودر. كده الطريقه هتطلع معاكي جميله جدا، والكيكه هتطلع مظبوطه معاكي. ودي ذره ملح اهي اللي انا قلت عليها دلوقتي. ومعانا 3/4 كوب عصير اهو، من كوب ل3/4 كوب. يعني ممكن تستخدمي كوب، انا مستخدمه هنا 3/4 كوب. ومعانا بيضتين، طبعا هنا البيضتين ما ظهروش هنا في التصوير، لكن هيبانوا دلوقتي في التصوير. خلاص، دي مكوناتنا كلها اللي هنستخدمها. هنجيب البيضتين هنا وهنستخدم الخلاط. هنحطهم في الخلاط وهنحط كوبايه ونص سكر. هنا الكوبايه انا معايره بها الدقيق برضو يا جماعه، نفس الكوبايه انا معايره بها الدقيق، كوبايه ونص سكر اهي. وهنحط 3/4 كوب زيت. وهنحط الفانيليا. وهنجيب البرتقال هنقطعه طبعا. البرتقال انا غسلاه يا جماعه ومنشفاه. طبعا هنقطعه دلوقتي وهنشيل البذور منه. انا هقطع واحده معاكم دلوقتي، والاتنين التانيين هقطعهم مع نفسي. بتشيل القطعه اللي فوق كده، وهنشيل بقى البذور منها زي ما انتوا شايفين كده. حطيها بقشرها، انا عملتها معاكم قبل كده بنفس الطريقه، بس هي في الاخر الفيديو التكايه اللي انا بقول لكم عليها دي هي اللي ايه تختلف عن الكيكات اللي انا عملتها معاكم قبل كده، عن الطريقه التانية. انا هنا بشيل البذور اهي من البرتقانه. طبعا في ظل غلاء الاسعار يا جماعه احنا بنقلل هنا كميه البيض. وممكن تعمليها من غير بيض، تعمليها بعصير البرتقال بس. يعني ممكن تستخدمي عصير برتقال بس من غير بيض. بس انا هنا حطيت بيضتين، يعني ممكن تعملي الكيكه دي من غير بيض خالص، بعصير البرتقال بس. او انت مش حابه تحطي فيها البيض، وعشان الاسعار وكده غاليه ما تحطيش البيض، هتعمليها بعصير البرتقال بس. انا حطيت هنا معلقتين النشا فوق الدقيق اهو. نحط المكونات الجافه فوق بعضيها. واحط كيس البيكنج باودر. انا هنا فرغته يا جماعه عشان كنت بعايره عشان اعرف المقدار مظبوط ولا لا، فهو طلع الكيس كله. وذره الملح. وهنقلب المقادير مع بعض كده، الدقيق مع البيكنج باودر وذره الملح. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده. هتقلب المكونات مع بعض كويس جدا. هنسيبه الدقيق على جنب، وهنجيب الخلاط هنضرب اللي فيه ده ضربه مبرحه. طبعا انتوا عارفين اي حاجه بنضربها ضربه مبرحه. خلاص انا ضربتها اهو.
هنحط المكونات السايلة على المكونات الجافة كده زي ما انتوا شايفين، وهنقلب تقليب ايه في اتجاه واحد. خلاص. هنا في حاجة يا جماعة، في جزء هنا في الفيديو كده صوره ما لقيته ما تصورش. هنا انا حطيت كوباية مية سخنة مغلية يعني على على الكيكة. خلاص. بس ما تصورش هنا يعني لقيت الخليط محتاج كوباية مية فحطيتها. يعني عايز شوية سوائل، ممكن كنت احط عصير برتقال، بس انا اكتفيت بالثلاث برتقانات دول. بس انا ايه زودت كوباية مية سخنة هنا، فلازم اقول لكم. خلاص. وهحط الخليط بقى لغاية القوام ما بقى بالشكل ده، نحطه في الصينية اهو. يبقى انا هنا بعد ما حطيت المكونات على بعض حطيت كوباية مية سخنة، بس ما جيتش في التصوير يا جماعة. خلاص، عشان تبقوا عارفين، عشان القوام يبقى ايه المظبوط اللي انا عايزاه. وطبعا كلنا شاطرين وعارفين قوام ايه الكيكة المظبوطة بيبقى ازاي. خلاص. انا هنا بفرغ كل المكونات اهي، وهدخل تكون مسخنة الفرن على درجة حرارة عالية طبعا قبلها بربع ساعة كده. اول ما ببدأ في الكيكة بسخن الفرن، بشغل الفرن على اساس يسخن معايا كويس جدا. واما اجي ادخل الكيكة بقوم منزلة درجة الحرارة 180 درجة، وهدخل الصينية بقى بعد كده. خلاص. هنا خلصتها اهي زي ما انتوا شايفين. هدخلها بقى الفرن دلوقتي، ونشوفها بقى بعد ما تخرج من الفرن شكلها ازاي، وهنعمل فيها ايه. طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة، هتعجبكم والطعم خطير. هنا 3/4 كوباية البرتقال اللي انا سبتها على جنب من الاول خالص يا جماعة. هنشوف هنعمل ايه بيها. وممكن زي ما قلت لكم ان انتم ممكن تستخدموا كوب عصير. مش شرط 3/4 كوباية. خلاص. يعني من 3/4 كوباية لكوب عصير، يعني ما تكتريش اكتر من كده. وهنا الكيكة طلعت معانا من الفرن زي ما انتوا شايفينها جميلة جدا. انا هنا جبت خلة عشان ايه اعمل لها سكوب كده عشان تشرب معايا. يعني اول ما احط عليها ايه السائل تشرب معايا. خلاص. اه. هجيب بقى العصير وهسقيها بالعصير ده. العصير هنا بقى يا جماعة الميزة بتاعته بيعمل ايه. العصير ده انت طبعا البرتقال بتعصريه فريش. خلاص. ما بتحطيش عليه اي سكر، لان الكيكه فيها سكر، وهو البرتقال اللي هو البلدي بس مسكر، مش اللي هو الحادق جدا. خلاص. مس البرتقال ده يا جماعه بقى لما انت بتسقيها بالبرتقال، الكيكه لما بتقعد معاكي كذا يوم بتكون طريه كده وحلوه، ما بتنشفش معاكي. حتى لو قعدتيها كام يوم وحطيتيها في علبه في التلاجة ما بتنشفش معاكي، بتبقى حلوه جدا، والطعم بيبقى خرافه. جربوها هتعجبكم. خلاص. انا سقيتها اهو زي ما انتوا شايفين، حتى العصير طالع فوق الكيكه زي ما انتوا شايفين. لكن هي دلوقتي هتشرب كل العصير ده. اسقيها وهي سخنه. انا هقطع هنا، هي كانت لسه فتره، بس انا استعجلت على اساس ان انا ايه اقفل الفيديو. بس المفروض تسيبوها تبرد خالص وبعدين تقطعوها. خلاص. اهو بصوا. بجد بجد يا جماعه جربوها تعجبكم جدا. تحفه تحفه تحفه. دي من الكيكات اللي بعشقها جدا، كيكه البرتقال بالطريقه دي. وعامة كل الطرق بتاعت كيكة البرتقال انا بحبها. يا ريت تجربوا الطريقة هتعجبكم جدا. شايفين جمالها يا جماعة؟ شايفين القوام بتاعها؟ شايفين ارتفاعها حلو ازاي؟ بجد بجد هتشرفك، حتى لو عندك ضيوف كوباية شاي كده معاها. بجد بتبقى تحفة في اي عزومة، اي يعني ضيف جايلك بتبقى حلوة وبتشرفك. اه زي ما انتوا شايفين كده شكلها خرافة. لو عجبك الفيديو لايك وشير. سلام عليكم.